عايزه تعملي لوك شعر جديد او طول عمرك نفسك تعملي الكيرلي ومش بتعرفي، شوفي الفيديو ده. طول عمري بحب الكيرلي، بيدي تقل للشعر وبيليق قوي على الاعياد اللي داخلين عليها والصيف والمصايف. فهقول لكم كمان في الفيديو ده ازاي خليته يبان مدرج كده. هو باي ذا واي هو مش مدرج قوي كده طبعا، سيبكم من الشعر اللي واقف بره ده عشان بس لسه جديد، الخصل لسه معموله ما فكتهاش بسيرم ولا حاجه. حبيت بس اوريكم الريزلت الاول، وبعد كده مش بريكومند اي مكوى، يعني مش حاجه معينه مفضله بالنسبه لي، بس هاتي حاجه الشكل ده. هي دي رش برش باي ذا واي يعني، بس قصدي اقول مش حاجه، مش ما فيش ماركه بيرفكت هي اللي بتوصلك للخصل دي، هو تكنيك. فانا اللي بستخدمها رش برش، بتكون اسطوانه رفيعه قوي كده وبتسخن وبنلف عليها الخصله. لو انتي شعرك اصلا ويفي او كيرلي مش منظم وعايزه تخليه كيرلي كل الخصل كده كيرلد ومظبوطه، هتعملي الجذور الاول بستريتنر عادي، وتحاولي تاخدي الخصله كده توقفيها تديها فوليوم اول كام سنتي بس، وبعد كده هتستخدمي ده. انتي شعرك اصلا ليس، خلاص هتسكبي الخطوه دي وهتعملي بدي على طول. كل ما كانت الخصله رفيعه هيديكي لوك بيرفكت. عايزه اقولك بس ان انتي الناحيه دي الخصله بتبقى هتتمسك كده وتلفي كده وتستني وتسيبي، ده كده التكنيك. الناحيه التانية العكس، دي احسن طريقه عشان ما تتلسعيش. عشان بقى موضوع المدرج، ازاي بينته مدرج من ورا واتقل، يا رب يكون باين يعني. هو عايزه اقول لكم مظلوم بجد يعني، في الحقيقه تحفه. الاضاءه مع التصوير مبين الخصل اللي باينه زياده ومش مبين جماله من ورا. بس بصوا هقول لكم، انا اخدت الخصل اللي جوه دي وفردتها بايدي او بفرشه او مشط واسع يستحسن وسيرم. فهي طبعا اتفردت خالص، بس يعني المفروض ان هي كانت تتفرد نص نص. فمن ورا هي مش باينه من قدام، يعني مش باينه من الجزء ده، من ورا تبين اخر كام حته كده فتبينه مدرج وتقيل. عايزه بعد كده تفكيه بالسيرم، عايزه تسرحيه، لو سرحتيه هيبقى الشكل ده. عشان انا اول مره عملته في حياتي قعدت اعمل فيه مثلا ساعه الا ربع او ساعه، وبعد كده سرحته بالمشط بقى كده. فانا بقولك اهو عشان ما تتصدميش، ما تسرحوش بمشط، انتي بتفكيه بسيرم. وممكن كمان تسيبيه لو انتي مش نازله قوي يوم او يومين، سيبيه استحمليه كده هيبقى احلى على فكره. حطيت الهيت بروتكتور ده، كنت قلت لكم ان انا بجربه وعجبني قوي على فكره، وهو اللي مدي اللمعه الفظيعه دي وبيحمي فعلا حلو قوي. قولوا لي ايه رايكم في اللوك ده؟ طبعا بيغير الشكل تماما. بصوا وبصوا لمعته. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس في اللوك ده عليا.